المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: خريجو رياض الأطفال يحققون نتائج أفضل في مسيرتهم التعليمية. افتتاح أسبوع رياضي ثقافي طلابي في كرن على مستوى الإقليم. مستشفى صنعاء يساهم في ضمان صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات شاملة. بوتين يزور الصين تلبية لدعوة الرئيس شي. تركيا واليونان تتفقان على الحوار الإيجابي حول الخلافات العالقة. كاليدونيا الجديدة تغلق مطارها وتفرض حظر تجول بعد أعمال عنف. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد التقييم الذي جرى في 11 من مايو الجاري لدراسة أداء المدارس الابتدائية في بارنتو أفاد بأن الأطفال الذين ينتقلون إلى المدارس الابتدائية من رياض الأطفال يحققون أداء وإنجازا أفضل من غيرهم. وبهذه المناسبة، وفقا لمسح أجري حول نتائج الطلاب في الصفين الثالث والخامس عام 2023، تبين بأن طلاب الصفين الثالث والخامس الذين مروا بمرحلة رياض الأطفال حققوا نتائج أفضل. وقالت الدكتورة حليم محمد مديرة فرع التقييم والامتحانات الوطنية بقسم التعليم العام أن الهدف من المسح هو تحسين عملية التعليم والتعلم في المدارس الابتدائية بشكل عام وأداء الطلاب في الصفين الثالث والخامس بشكل خاص، موضحة أنها تهدف أيضا إلى تحسين نتائج التعليم والطلاب وتوضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها. وقالت أن 83 مدرسة ابتدائية على مستوى البلاد بما في ذلك 22 مدرسة من إقليم القشبركة شاركت في هذا المسح، موضحة أنه تم التعرف على أنه لا تزال هناك قضايا تتطلب جهودا قوية. وقالت إن الاختبارات ركزت على لغة الأم ومادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، وأن وجود غالبية الطلاب والمدارس في المناطق الريفية يشير إلى أن الفرص التعليمية وصلت إلى المناطق الريفية النائية، وفي حين لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها لتحسين كفاءة التعليم ونتائج الطلاب بالمقارنة مع دراسات مماثلة أجريت في السنوات السابقة، إلا أن هناك فرقا شاسعا بين الطلاب الذين مروا عبر رياض الأطفال والذين يبدأون التعليم مباشرة من المرحلة الابتدائية. وقال رئيس فرع التعليم بالإقليم الأستاذ محمد علي إبراهيم أن الدراسة حددت الإجراءات المتكاملة التي يجب اتخاذها لتحسين نتائج الطلاب وجودة التعليم، داعيا لإيلاء اهتمام كبير برياض الأطفال. وقال رئيس فرع المشاريع بوزارة التعليم الأستاذ مبرهة جيلا جابر أن الدراسة أسفرت عن نتائج مفيدة على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها، وينبغي أن تكون الدراسة مصحوبة بالحلول التي تقترحها الجهات التنفيذية حثا على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق النتائج المرجوة. شهدت حاضرة إقليم عسبة كرن في 13 من مايو الجاري افتتاح أسبوع طلابي رياضي وثقافي. وانطلقت فعاليات الأسبوع التي تتضمن مسابقات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية بمعرض للصور افتتحه حاكم إقليم عسبة السفير عبد الله موسى. ويشارك في هذا الأسبوع الذي يستمر حتى 17 من مايو الجاري أكثر من 1600 طالب ومشرفيهم قدموا من حوالي 400 مدرسة منتشرة في 9 من مديريات الإقليم. وقال رئيس فرع التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاي عند مكيل أن الفعالية هي احتفال مزدوج، كونها تجري في الأيام التي يحتفل فيها الشعب الإريتري بالذكرى 33 لإعادة الاستقلال، وهو برنامج تأخذه وزارة التعليم على محمل الجد وضعا في الاعتبار لفوائده الشاملة. وقالت رئيسة وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بالإقليم السيدة عقستي محاري أن المسابقات امتدت من المدارس إلى المديريات ومن ثم إلى الإقليم، داعية الجهات المعنية إلى القيام بدورها من أجل نجاح البرنامج. يقدم مستشفى صنعاء مساهمة كبيرة في ضمان صحة المجتمع من خلال توفير الموارد البشرية والمعدات الكافية والكفاءة البشرية. وقال المدير الطبي للمستشفى الدكتور عطا خلت حقوس أن الخدمات الشاملة التي يقدمها المستشفى هي نتيجة الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص. وأضاف أن المستشفى مجهز حاليا بالمعدات المخبرية الحديثة والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وفحص السل وفيروس نقص المناعة
مكتسبة الإيدز فضلا عن علاج العيون والأسنان، مشيرا إلى أن السكان يتلقون خدمات شاملة. وأضاف الدكتور عتاخلتي أن النساء الحوامل اللاتي يحتجن إلى عملية جراحية تمكن من الحصول على مساعدة مبكرة وقريبة، مما أدى إلى القضاء على المخاطر الصحية المحتملة. وأشار إلى أنه إلى جانب الخدمات الصحية يتم تنفيذ حملات لرفع مستوى الوعي العام حول الأمراض المعدية وغير المعدية وعواقب الممارسات الضارة، ونتيجة لذلك ظل يتزايد استخدام المرافق الصحية. وقال السيد هيلا ميكيل حقوس مدير مستشفى صنعاء أن الخدمات الشاملة خففت الضغط على مستشفيات عد قيح ودق محريه وأسمرة، وشكر المهنيين الصحيين وغيرهم من الموظفين على تفانيهم وإخلاصهم في تقديم الخدمات. وقال أنه يتم بذل عمل جاد لسد وتحسين أوجه القصور القليلة. ويضم مستشفى صنعاء 70 متخصصا في مجال الصحة، من بينهم 5 أطباء. اندلع صباح اليوم 14 من مايو حريق في طاحونة للإقلال في سوق الإقلال بالعاصمة أسمرة، وتمت السيطرة عليه بالتنسيق بين وحدة الإطفاء والمواطنين وغيرهم من الجهات. وقال العقيد تسفى ميكيل تسفازعون رئيس فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات فيما لحقت بالممتلكات أضرار جسيمة. وأدى الحريق إلى احتراق مولد كهربائي و3 طواحين كبيرة للحبوب، وأيضا تضرر مبنى المؤسسة. وقال أدونغو محمد ضابط مكافحة الجريمة في مركز الشرطة الثاني بالإقليم أن سبب الحادث قيد التحقيق، مشيرا إلى أن هناك معلومات غير رسمية تشير إلى أنه ربما كان إهمالا يتعلق بالوقود والكهرباء. وقال المصدر أن فرقة الإطفاء استخدمت 3 صهاريج للسيطرة على الحريق. استشهد المناضل المقدم أتو برهان بقراطيون في 13 من مايو الجاري عن عمر يناهز 68 عاما بسبب المرض. وانضم المقدم أتو برهان بقراطيون إلى صفوف قوات التحرير الشعبية في يوليو عام 1975، وخدم قبل الاستقلال في قسم التدريب والوحدات القتالية ووحدة الأسلحة الثقيلة، وبعد الاستقلال خدم أولا في وحدة الأسلحة الثقيلة حتى رتبة قائد لواء، ومنذ عام 2015 وحتى تاريخ استشهاده تم تعيينه في المكتب المركزي لقيادة الأسلحة الثقيلة، وخدم شعبه ووطنه بإخلاص. والمقدم الشهيد أتو برهان بقراطيون متزوج وأب ل4 أطفال. وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 14 من مايو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب قيادة الأسلحة الثقيلة بوزارة الدفاع عن حزنها العميق لاستشهاد المقدم أتو برهان بقراطيون، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للصين هذا الأسبوع تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، وهي الثانية له خلال ما يزيد قليلا عن 6 أشهر. وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هو تشونغ بينغ أنه تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للصين من 16 إلى 17 من مايو. وأعلنت بكين وموسكو شراكة لا حدود لها، وعززتا منذ ذلك الحين التجارة بينهما إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه استفادت الصين من واردات الطاقة الروسية الرخيصة والوصول إلى موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك شحنات ثابتة من الغاز عبر خط أنابيب باور أوف سايبيريا. أكدت تركيا واليونان تمسكهما بالأجندة الإيجابية والحوار حول الخلافات العالقة والبناء على التقارب في العلاقات بينهما. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التوافق بين بلاده وجارته اليونان حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على التفاهم المتبادل بشأن إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتطوير الزخم في علاقات البلدين على ضوء ما تحقق خلال زيارته لليونان في ديسمبر الماضي. وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس عقب مباحثاتهما في أنقرة أن زيارة ميتسوتاكيس لأنقرة جاءت انعكاسا لذلك التفاهم المشترك، وقدم له الشكر على جهوده الصادقة فيما يخص تطوير العلاقات.
قالت الممثلة العليا الفرنسية أن كاليدونيا الجديدة عبأت قوات الأمن وأغلقت مطارها الدولي وفرضت حظر تجول في العاصمة نوميا بعد احتجاجات شهدت أعمال عنف. وأظهر مقطع فيديو الشرطة وهي تقوم بدوريات في الشوارع وسط سيارات محترقة وتصاعد لأعمدة الدخان بعد أن أقام محتجون حواجز على طرق رئيسية وفق ما نقلت وكالة رويترز. واندلعت احتجاجات قبل مداولات مقررة في الجمعية الوطنية الفرنسية حول تعديلات في دستور كاليدونيا الجديدة. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، وهو ما يخشى أنصار الاستقلال من أن يقوض قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعبي الكناك. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرين بجروح من جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة عاتية في بومباي، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة غربي الهند والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد. وقال غوراف تشوهان المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن اللوحة الإعلانية سقطت من جراء الرياح قرب محطة الوقود شرقي المدينة، وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح. وأضاف أن فرق الإسعاف انتشرت 8 جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك 4 جثث أخرى بحاجة لانتشالها. واللوحة الإعلانية ضخمة إذ يبلغ طولها 70 مترا وعرضها 50 مترا وفقا لشرطة مومباي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. خريجو رياض الأطفال يحققون نتائج أفضل في مسيرتهم التعليمية. افتتاح أسبوع رياضي ثقافي طلابي في كرن على مستوى الإقليم. مستشفى صنعاء يساهم في ضمان صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات شاملة. بوتين يزور الصين تلبية لدعوة الرئيس شي. تركيا واليونان تتفقان على الحوار الإيجابي حول الخلافات العالقة. وكاليدونيا الجديدة تغلق مطارها وتفرض حظر تجول بعد أعمال عنف. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.